يوم، وليس سيولة، ليست سيولة، فقط بيع وشراء. ما هو طيب الرسم البياني أو الشرط؟ هذا هو الشرط، مخطط تعرض فيه معلومات عن السعر والزمن وتشاهد من خلال حركة السهم داخل الشموع. هذه الشموع اليابانية أو على شكل أعمدة. هذه الشموع اليابانية. الشموع الخضراء أو البيضاء شموع شرائية، والشموع السوداء أو الحمراء شموع بيعية. هذا مخطط بياني أنت تضع خطتك فيه. يعرض فيه هذه الشموع، تعرض فيه سعر الافتتاح وأدنى سعر وأعلى سعر وسعر الإغلاق. طيب الشارت هذا شارت الأعمدة أو البارات، نفس الطريقة، تعرض فيه سعر الافتتاح وأدنى سعر وأعلى وسعر الإغلاق. طبعا هذه دائما نستخدمها بالمحاضرة الثانية اللي هي موجات الولف. هذا الشارت خطي تعرض فيه بس سعر الإغلاق بس، ما نحتاجه. طيب ايش هي البرامج التي نستخدمها بالتداول؟ برنامج تريد فيو، برنامج تكر شارت لايف. لاحظوا هنا السهم هذا يظهر لك هذا هو الشارت. ما هي الشمعة الشرائية؟ شمعة صاعد خضراء أو بيضاء. الظل، لاحظوا في ظل سفلي، هذا الشراء اللي هو القاع، والظل العلوي قمة اللي هو البيع. لاحظوا هذا ايش؟ هذا نطاق او مدى الشمعة. الشموع الشرائية دائما تكون قوية، لا تشتري في شمعة ضعيفة. شمعة أقل من السابقتين، وهذه شمعة الأقل قوة، وهذه الأرقام. تنطبق أيضا على الشموع البيعية، شمعة قوية، شمعة أقل منها. أوكي؟ إيش الفائدة من هذه الشموع؟ تحدد الاتجاه بعد رسم خط ترند على جسم أو ذيل الشمعة اللي هو قاعة. طيب النوع الثاني اتجاه هابط. لاحظوا السهم بي سي، لاحظوا الاتجاه هابط. هنا الاتجاه الثالث الاتجاه الأفقي أو الجانبي، يحب حركة الأسعار، بدل ما تنطلق الأسعار أو تنطلق لأعلى أو تنزل لأسفل، لا، هذه يحد سرعتها. طيب ما هو الاتجاه الصاعد؟ ارتفاعات متتالية على الأسعار، يتبع كل ارتفاع نزول، كل ارتفاع نزول. يتكون الاتجاه الصاعد من قيعان صاعدة وقمم وثلاثة يوم ارتفاع. إذا هذا اتجاه صاعد رئيسي. كيف أرسم هذا الاتجاه الصاعد؟ نرسم خط ترند من أسفل على قاعين، القاع الأول ثم نتصل به يتصل إلى القاع الأعلى ونمد الخط. هذا يكون إيش؟ اللي هو رسم الترند أو الاتجاه، بداية الاتجاه. لاحظوا نضع خط على القمة اللي بين القاعين، قاع أول وقاع ثاني، نضع خط أفقي أو جانبي على القمة. عند اختراق هذا الخط الأسود وعدم كسر القاع الأعلى، اعرف أنك أنت الآن في بداية اتجاه صاعد وليس اتجاه صاعد، بداية. لاحظوا هنا
ما هي الفائدة من الاتجاه الصاعد؟ للشراء. دائما يكون الشراء في الاتجاه الصاعد. طيب متى اشتري يا أستاذ حبيب؟ إذا ظهرت إشارات قوة. دائما القوة للشراء والضعف، إشارات الضعف للبيع. لاحظوا هنا تتضح قوة الاتجاه بملامسة السعر خط الاتجاه 3 مرات. أنت الآن كمبتدئ ما أشتري إلا بعد ملامسة أو الاصطدام بالخط هذا 3 مرات. طبعا طبقا لاستراتيجية جون ميرفي. أوكي؟ لاحظوا كم الآن هذا جون ميرفي. لاحظوا كم ساعة اصطدم كم مرة؟ مرتين. ولا زال الاتجاه. يا انك تشتري هنا او تشتري هنا. اوكي؟ اذا القوة تساوي شراء. طيب متى ابيع يا استاذ حبيبي؟ لاحظ عند نهاية الاتجاه الصاعد تتكون قمتين متجاورة. القمتين متجاورة اسمها دبل توب. بمجرد انه الشمعة تكسر هذا الخط هو يكون الخروج. طبعا عاجز في تكوين قمة أعلى من القمة الأولى. أوكي؟ طيب كسر الترند الصاعد ثم اختباره. لاحظوا انكسر ورجع يختبرها، ما قدر يصعد السهم فوق الخط هذا خروج. الآن أنت كمبتدئ بس. طيب لاحظوا هنا السهم الدوائية طبعا ينطبق على الفريم الساعة، اليوم، الشهر، الأسبوع. لاحظوا بمجرد انه ما كسر الترند الصاعد كان الخروج. هنا ما أعاد الاختبار. اوكي؟ طيب كيف ارسم الاتجاه الهائل؟ ارسمه من وين؟ من فوق القمة والقمة الأقل. هنا الاتجاه الصاعد من قاع وقاع أعلى. هنا لا، العكس، من قمة إلى قمة أقل وبينهم قاع. كسر هذا القاع بداية الاتجاه، بداية الاتجاه وليس الاتجاه كامل. بدايته ممكن يرتد ويرجع لأعلى. طيب ايش هو الدعم؟ الدعم لاحظوا ايش هو الدعم؟ الدعم منطقة سعرية وصل لها السعر، وصل لوين؟ ل 131 هنا في الخط الأول، وتوقف عن الهبوط. هذا يكون منطقة شراء. اوكي؟ الدعم منطقة شراء. طيب عند الرجوع الآن كون وقت النزول كون قاع وارتد شوي. عند الرجوع للقاع هذا نفسه بدون كسره، يعني ما يكسر 131، اسمه دعم. على طول يكون الشراء. متى يكون الشراء هنا؟ بعد اختراق المتوسط هذا. اوكي؟ الخط هذا الأخضر متوسط 20 يوم البسيط أو ال50. ماذا نلاحظ؟ ايش نلاحظ هنا؟ الأسعار الهابطة من أعلى تصطدم بدعم. أوكي؟ الاتجاه الأسعار إذا نزلت إلى أسفل تصبح دعم. لاحظوا هنا كيف نفسه هذا؟ ما هو الدعم؟ هذا نفسه قاع دعم. لاحظوا كم دعم؟ اللي هو الإيعان صاعد، اتجاه صاعد. لاحظوا قاع دعم ورجع للدعم نفسه هنا مرة ثانية وارتفع السهم. يعني لامس الخط 3 مرات. انت الان كمبتدئ، طبعا المحترف او اللي عنده خبره لا يشتري الدعم الثاني. طبعا لاحظوا في الدعم الثاني، لاحظوا قوه الشمع، صار الصعود قوي. ولاحظوا الدعم الثاني صار الصعود اقوى. ليه؟ لان طبقنا استراتيجيه جون ميرفي. لازم
يصبح اتجاه الصاعد قوي إذا لامس خط الترند هذا 3 مرات. ماذا نلاحظ؟ الأسعار من فوق ماذا نلاحظ؟ أن الأسعار هابطة من أعلى تصطدم بالدعم. طيب ما هي المقاومة؟ المقاومة العكس، هذه الدعم منطقة شراء لنا، والمقاومة لا للمضارب. اوكي؟ لاحظوا المقاومة هنا تكونت قمة وقمة أقل اتجاهها. الرسم من فين؟ الاتجاه الصاعد الرسم من أسفل، والاتجاه الهابط الرسم من أعلى. هذه ناخذها الآن نطبقها على موجات الولف. هذه أساسيات مطلوبة منا في دراسة موجات الولف ويف. لاحظوا السابق من المغطيات كانت مقاومة ونزل السهم. وش نلاحظ؟ أن الأسعار صاعدة من أسفل تصطدم بمقاومة. طيب إيش هي المؤشرات الفنية التي أنا أشتري عن طريقها أو تدل على إن في شراء في السهم؟ لاحظوا هنا يتكلم شرط في الرسم البياني أضغط على إيه؟ إضافة مؤشر يظهر، واختار إيش؟ الفوليوم هذا، والماركت، والمتوسطات اختار متوسط 20. لاحظوا هنا متوسط 20 البسيط صناعات الكهربائية. وين الفوليوم؟ هذا الفوليوم